السلام عليكم، كيف الحال يا أحلى متابعين؟ اليوم جبت لكم طريقتي في عمل الرز المندي باللحم، وإن شاء الله طريقتي تنال إعجابكم. قد تختلف الطريقة من شخص لآخر، لكن أنا عندي قناعة إن المطبخ ليس قانون، الطبخ هو فن، كل واحد يبدع بطريقته. بسم الله، نبدأ التحضير. المكونات: ملح وفلفل وكمون وصفارة زعفران فقط. نغسل اللحمة وننظفها ونبدأ بتجهيز التوابل. نجيب وعاء ونبدأ بخلط نص ملعقة من صفارة زعفران، شوية ملح، شوية كمون، شوية فلفل. كمية البهارات غير محددة، هذا يعود لحسب الشخص. في ناس ممكن تحب إنها تتبل اللحمة كثير وتكون طعم البهارات أكثر. أنا أحب تكون البهارات شوية خفيفة عشان ما تطغى على طعم اللحمة، أو بالأصح طعم التبخيرة. فالكمون موضح، يمكن نص ملعقة صغيرة إلى نص ملعقة صغيرة فلفل. كمية الملح طبعا حسب كمية اللحمة، تقريبا أنا عملت ملعقتين من الملح. هنعمل كمان شوية ماء ونخلط الخليط حتى يتجانس تماما عشان نقدر نوزعه بشكل متساوي على اللحمة. بعد ما أصبح الخليط معي جاهز، بدأت بتوزيع الخليط على اللحم، وبدأت عملية فرك اللحم في الخليط اللي هو عبارة عن البهارات والملح وصفارة الزعفران. وقمت بفرك اللحم حتى يتوزع كل الخليط واللون على اللحم ويصبح كله متجانس. هذه الحركة الآن بالنسبة لي مهمة جدا، إن أنا أبخر اللحم قبل الطباخة. في ناس فقط تبخر الرز واللحم في آخر شيء. أنا بالنسبة لي هذه الحركة مهمة جدا، إن أنا أخلي اللحم يتبخر وياخذ طعم المدخن قبل ما أبدأ عملية الطبخ. حركة تبخير اللحم قبل الاستواء تعطي طعم أجمل ونكهة أقوى للحم المندي، فجربوها وإن شاء الله تحبوها. نيجي الآن لبهارات الرز المندي. أهم شيء في بهار الرز المندي إنها تكون مش مطحونة، وإنها تكون بهارات صحيحة. أنا أعمل كبزرة، كمون، هيل، قرنفل، قرفة، ورق غار، لومي. دي يختلف قلت لكم من شخص لشخص. قد بعض يمكن يقول لا احنا ما نضيفش اللومي أو الورق الغار أو كذا. المطبخ مثل ما قلت لكم في البداية مش قانون، وكل إنسان الشيء اللي ممكن يحس إنه حب يضيفه، وكل واحد يطبخ بالطريقة اللي يحبها. أنا أبدأ أشوح البهارات على النار حتى تتسبك وتطلع ريحتها، وأحس إن ريحتها بدأت تفوح. أطلعها على جنب، وبعدين أحط البصل يتشوح شوية قبل إضافة الزيت. بعد ما يتشوح البصل أضيف ملعقتين فقط من الزيت. بعد ما بدأ لون البصل يتغير وأصبح لونه ذهبي، أحط الآن البهارات اللي حمصتها، البهارات الصحيحة، أحطها مع البصل وأخليها كمان تعمل تشويحة خفيفة مع البصل والزيت. هذا آخر شيء قبل ما نضيف الرز. أنا هنا استخدمت رز باكستاني بسمتي. في ناس تستخدم، أو الأغالبية يحبوا يكون مع المندي رز مزة، لكن صراحة أنا من النوع اللي ما أحبش الرز المزة، فدايما أستخدم باكستاني يعني بسمتي. غسلت الرز وتأكدت إنه نظيف. بعد ما بدأ البصل يصبح ذهبي هو البهارات لونهم، بدأت أنا أضيف الرز. بعد ما أصبح الماء شفاف وما فيش أي نشا في الرز، أضفت الرز إلى البصل والبهارات. كمية الماء المحتاجة للمندي، يعني أنا من النوع صراحة مش من النوع اللي أستخدم الأكواب، يعني تقريبا 2 سنتي فوق الرز إلى 2.5 كمية كفاية. لكن للناس اللي ما تعرف كم قياس الماء، ممكن لكل كوب من الأرز نستخدم 1.5 أو 1.3 من الماء. كل كوب رز، يعني مش كوبين ماء، أقل شوية، 1.5 وأكثر شوية، يطلع الرز نثري تماما، مش متعجن، ومستوي ومضبوط جدا.
حاولت أوريكم صورة مقربة لكمية الماء، حاولت أخذ الستاند وأعمل لكم صورة مقربة، لأنه الستاند يعني البخار بيعمل تشويش على الكاميرا. أنا حاولت اليوم بقدر المستطاع إنه تكون الصور كلها مقربة. نجي الآن للألمونيا اللي هنغطي بها الرز. حاولوا تعملوا الفتحات حق الألمونيا مش فوق الرز، الإناء اللي فيها الرز، لأنه خلال ما بنفتح القصدير ونعمل فيه فتحات بالسكين في قطعة صغيرة من الألمونيا بتوقع منه. فالأفضل إن احنا نعمل الفتحات في القصدير في مكان ثاني وبعدين نغطي الرز. أنا غطيت الرز بالألمونيا بعد ما فتحته، والآن فتحت الإناء اللي فيها اللحم وبدأت أخذ قطع اللحمة المبخرة وأحطها في القصدير اللي على الرز. حاولوا تكون فتحات القصدير تكون فتحات كثيرة وموزعة بشكل تمام، وفتحات واسعة عشان البخار اللي يطلع من الرز يساعد في استواء اللحم سريع. أنا نسيت ما أعمل صورة مقربة للفتحات. حطيت اللحم الآن ورصيته فوق القصدير اللي فيه فتحات. أخذت كمان القصدير اللي بخرت فيه أول وحطيته بين اللحم مرة ثانية علشان أبخر اللحم والرز مرة ثانية قبل الاستواء. حطيت عليها زيت على قطعة القصدير، جهزت الغطاء تبع الإناء مع قصدير عشان أكتم على طول. حطيت الفحمة وحاولت إن أنا أغطي بسرعة عشان يحتفظ بالتبخيرة. أخذت قطعة قصدير صغيرة وغطيت الفتحة هذه الدائرية، خليته كده يمكن بس 5 دقائق. شلت الغطاء ودخلت الإناء الفرن. أنا هذاك اليوم كانت عندي عزومة، فحبيت أستفيد من الوقت اللي أطبخ فيها الرز، وحبيت إن أنا أطبخ كل شيء في الفرن، أستغل الوقت وأستفيد. في الوقت اللي ينطبخ كل شيء داخل الفرن أنا أتفرغ لتجهيز الطاولة أو المقبلات. فأنتوا حاولوا تستفيدوا من الوقت، إنه واحد يشغل الفرن 2.5 ساعة عشان طبخة واحدة شوية صعب، ممكن تطبخوا أكثر من طبق في نفس الوقت. أنا خلاص أصبح الرز المندي هنا جاهز، فتحته وهذا هو شكله النهائي وهذا شكل الرز. شوفوا كيف حباته نثرية رغم إن أنا مستخدمة رز بسمتي. اللون اللي تحت كان كل أصفار الزعفران نازل، فأصبح طبقة خفيفة فقط اللون الأبيض. أنا كنت حاطة الستاند والتلفون ومركزة على أساس على منطقة أو بؤرة محددة عشان تجيب الصحن كامل، بس لأنه أنا كنت الوحيدة اللي بنصور مدركتش إنه ما كانش أخذ الصحن كامل وأنا بنسكب الرز. في الأخير بس شفت عملت لفة براسي على الكاميرا اكتشفت إنه أخذ جزء من الصحن. إن شاء الله مع الوقت هنتطور، ولما أصبح مشهورة، مش الآن، لما أصبح مشهورة برجع أشتري عدة متكاملة للتصوير. الآن يعني تقبلوا الموجود. الآن أصبح كل شيء جاهز. ممكن تشيلوا هذه الإضافات اللي هي ورق الغار، اللومي، القرفة. أنا صراحة أحب شكلهم في الصحن. حطيت اللحم، قطعت شوية كبزرة وحطيتهم كزينة، حطيت قرون فلفل أخضر، حطيت شرايح طماطم. يعني ممكن تزينوا الصحن بالشي اللي تحبوه. أنا كنت هذا اللي قدرت أعمله، كنت مستعجلة وعندي أشياء كثيرة، فهذا التزيين اللي طلع في بالي هذيك اللحظة. الإضافة الأخيرة هي البصل المقلي المقرمش. يكون عندكم مثلا بصل جاهز من قبل فترة أو تشتروا بصل جاهز مقرمش ترشوه على الصحن. طريقة عمل البصل المقرمش في البيت طريقة سهلة، إن شاء الله في فيديو وارجع أجيبها لكم بالتفصيل. رشيت البصل المقرمش على الصحن وأصبح المندي جاهز، وهذا هو شكله النهائي كان في السفرة. وإن شاء الله طبخي نال إعجابكم. باقي أقول لكم مثل ما بيقولوا كل المشاهير، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا والله العظيم بزعل منكم.